السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الجزء اللي فات. جايه لكم النهارده بالجزء اللي قبل الاخير من حكايه جين. جزء مليان اكشن واثاره وحماس، يعني مش هتمل ولا ثانيه وانت بتتفرج على الملخص. بس قبل ما نبدا، ما تنساش تصلي على الحبيب وتحط لايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش. ويلا بينا نبدا الانمي بتاعنا. بيبدا الجزء الثالث بجين وهو قاعد سرحان بعد ما شاف النمر اللي على جاكيت قلبه، وبيفتكر كمان كلام بارك ليه وعن جده امبارح. وبعدها بيجي قلبه عليه وبيسلم عليه وبيقول له ان هو كان نفسه يقابله من زمان. وبعد كده بيبدأ القتال معاه وبيصدم جدا جين من اللي هو بيعمله. وبعد كده بيهدى قلبه وبيتأسف جدا لجين وبيقول له معلش خدتني فرحة مش اكتر. وطبعا صاحبنا ما بيضيعش فرصة وبيسأله على الجاكيت بتاعه وليه عليه رسمة النمر. بيقول له قلبه احتراما لجدك واللي عمله معايا. بيسأله صحيح هو جدك عامل ايه؟ جيم بيبان عليه الزعل ومش بيرد عليه، وبيسأله بقى انت بتحترم جدي ليه؟ وبيبدأ يحكي ليه قلبه ان ابوه مات وهو عنده 4 سنين، وان امه اخدته المكان معزول عشان خاطر يتدرب فيه وسابته ومشيت، وان هو كان قاعد دايما حزين ولا عارف يتأقلم معاهم ولا عارف حتى يتأقلم مع التدريب بتاعهم الصعب، لحد ما جدك جالي واداني كتاب لتعليم فنون القتال. والكتاب ده كان بتاع جدي، هو اللي اداهوله عشان يدهوني. وبعد كده بيسألوا على جده، بيعرفوا ان جده مات في الحرب، ومن ساعتها جدك يبقى في مكان جدي. وهم بيتكلموا بيجي يهجم عليه تك من ظهرهم، بس قلبه قدر يصدها بكل سهولة وقال له لو كررتها تاني مش هرحمك. الواد ده شكل الشر مليه. وبعد كده بيسلم قلبه على جين وبيقول له هشوفك تاني وبيسيبه وبيمشي. نروح لتاني يوم والمسؤول بيكون على اخره من بارك وبيقتحم المكتب بتاعه وبيقول له انت مش بني ادم، ازاي تسيب الحكم ومراته وابنه يموتوا؟ انت قلبك ده ايه، حجر؟ بارك بيتعصب ويقدر يثبته في الحيطه وبيزعق فيه وبيقول له انت اللي مش عارف انا مين ولا ايه؟ تكاليف المكان اللي انت دمرته ده كلها عليك، ومخصوم منك 9 شهور بحالهم. يعني كده الراجل ده مخصوم منه سنه بحالها يا جدعان، حرام والله هيعيش ازاي؟ وبعد كده بتيجي المسؤولة وبتاخده وبتبدأ تشرح ليه الحقيقة إن مرات الحكم وابنه ما ماتوش، ودول كانوا مجرد تماثيل مش أكتر، عشان نقدر نحميهم من عصابة النكس. يعني عمنا بارك طلع في الآخر طيب مش شرير، وهو اللي كان ظلمه. والمسؤول بيبقى عيني عليه مش لاقي حتى الجنيه عشان يقدر حتى ياكل بيه. بيشوفه هم بالمنظر ده بيصعب جدا عليه وبيروح يجيب لي أكل، وبيعمل معاه ساعتها صفقة إن كل يوم هيجيب له أكل في المقابل إن هو يعلمه تشريك اللي هو الوحوش اللي معاهم. بيوافق جدا على طول المسؤول، هو ليه اصلا؟ وبيسأله انت عايز تتعلمها ليه؟ بيعرفه عشان خاطر اقدر اساعد واحد صاحبي. طبعا احنا عارفين الاولاني مات فاكيد قصده على جين. ونروح بعد كده لعصابة النكس وبيكون بتستعد عشان خاطر مهمتهم خلاص قربت. نرجع بقى لجين وهو زعلان جدا على جده، لان اليوم ده عنده ذكرياتين مهمين في حياته، الاولى وحشة والتانية حلوة. ان اليوم ده اخر يوم شاف فيه جده قبل ما يمشي وتصور كمان معاه، والذكرى التانية إن اليوم ده يوم عيد ميلاده وهيقضيه لوحده كالعادة. بس على عكس المتوقع، هوب دبل كيك بيلاقي ميرا وهنا عنده جايين عشان خاطر يحتفلوا بعيد ميلاده. بيسألهم انت عرفتوا ازاي؟ بيعرفوه ان الساعة بعتت ليهم رسالة، وكانوا كمان جايبين ليه أكل وهدايا كتير. وجين أخيرا بيبدأ يفرح من تاني. وبيجي تاني يوم ميعاد المسابقة، وبنلاقي حد خبط على جين وحط ليه صورة جده وهو مربوط، وبيكون كاتبين له كمان عنوان مكانه. طبعا جيم مش بيضيع الفرصة وبياخد عجلته وبيطير على المكان. نروح بقى للمسابقة، وميرا وهان شغالين يدوروا على جين في كل حتة، بس الواد ملوش أي أثر خالص. وبتيجي المسؤولة وبتعرفهم إن المسابقة بدأت وإنهم لو مطلعوش على الحلبة هيخرجوا برا المسابقة. وهان بيقول لميرا أنا هروح أدور على جين وانتي حاولي تهزمي الخصم بس براحتك على الآخر. بتوافق على كلامه وبتروح على الحلبة، بس شكل الخصم المرة دي قوي جدا 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 وربنا يسترها. بنروح بعد كده لجين وبيكون وصل للمكان اللي فيه جده، وبيدخل يشوف جده في وضع صعب جدا، أول مرة يشوفه كده في حياته. وبيكون مقطوع دراعه ومتسلسل وجسمه كله متبهدل ومغمى عليه. بيصدم جدا من شكله وبيجري عليه وبيحاول يفوقه بأي طريقة، بس اللي بيحصل ولا بيكون على البال ولا على الخاطر. بيلاقي جده بيضحك بطريقة مرعبة جدا وراسه بتلف 180 درجة، وبعد كده جده بينفجر وبيفجر معاه المكان كله. نرجع تاني بقى لميرا، وبتكون هتواجه المصارع اللي شكله غريب دوت. وميرا مش بتضيع فرصة وبتهجم عليه فين يوجعك،
بس الواد الصايع بيكون عارف ان هي تستخدم السيف، وبيكون داهن جسمه زيت عشان السيف بتاع ميرا مش يقدر يأثر فيه ولا حتى يوجعه، وبينادي على حد معاه وبيحدف ليه سيف. والمفاجأة بقى ان السيف دوت اللي حدفوله هو سيف ميرا اللي اخده منها العريس القذر. بتتعصب جدا ميرا وبتقوله رجع لي سيفي، بس طبعا الواد بيرفض وبيروح يهجم على ميرا بكل وحشية، وسيف ميرا للأسف مش بيستحمل وبيتكسر. وبعد كده بيفضل يغيظ في ميرا ويقول لها ان انت ما تستاهليش السيف ده كنز وطني وقوي جدا. وبيقدر بعد كده ان هو يسيب ميرا بالسيف في بطنها، وبيفضل يتريق عليها وبيمسكها وبيفضل يضرب فيها بالاقلام والبوكسات، وبعد كده بيرميها على الارض. وميرا يا عيني عليها مش بتقدر تتحرك حتى من مكانها من كتر الضرب اللي خدته. وبعد كده بيقول لها كل اللي انت بتعمليه ده ملهوش فايده، صاحبك مستحيل يجي. بتعرف ميرا ساعتها ان هما السبب في اختفاء جين، وبتتعصب جدا وبتروح تهجم عليه وبتضربه، تقول له ما تقدروش تعملوا في جين حاجه، وجين مستحيل يقدر يخسر قدام شويه عيال زيكم. وبيضربها الواد من تاني، وميرا بتكون جابت اخرها يا عيني وبتقع على الارض وشكلها نهايه ميرا. نرجع بقى لجين، وبيكون عنده فرد من عصابه النكس، وبيبقى فرحان جدا باللي عمله في جين. وجين بيسأله انت مين وجدي فين؟ بيقوله الحياة دي مش للضعفاء اللي زيك يا جين، وبيطلع عليه نسخ كتيرة جدا شبهه. وبتفضل تضرب في جين فين يوجعك، وجين بيحاول يفادي ضرباتهم وبيحاول يخلص عليهم، بس دول كتير قوي ومش بيخلصوا وبيتكتروا عليه، وبيقدروا يمسكوه وبياخدوه لتحت الأرض. وهنا جين بيصدم جدا من اللي بيشوفه، بيشوف الناس الحقيقيين اللي المفروض يواجهوهم في المسابقة، وبيقول لما دول هنا مين اللي في المسابقة، وبيعرف ان العصابة مخططة لكل ده من الأول. وبيسأله انت اللي عملت فيهم كده؟ بيقوله ايوه والدور الجاي عليك. بيتعصب جدا جين وبيخلص على كل النسخ مرة واحدة، وبعد كده بيضغط على 3 أماكن في جسمه وبيقوله استعد بقى عشان انت اللي هتحصلهم. نرجع بقى لميرا، وبتكون خلاص يعني جابت اخرها وخلاص هتستسلم، بس مرة واحدة بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتسمع حد بيقول لها انت ضعيفة جدا. وبتعترف لميرا ان هي فعلا ضعيفة، بس برغم ضعفي ده انا مستحيل استسلم لان اصحابي محتاجين لي جدا. وبعد كده بتمد ليها ايديها وبتقول لها انا هخليكي اقوى عشان تعرفي تنقذي اصدقائك. وهوب دبل كيك الحلبة بتولع من قوة ميرا، وبيروح ليها السيف بتاعها كمان في ايديها، واخيرا الشريك بتاعها اتفعل وشكلها هتخرب الدنيا. الواد بيترعب جدا لما بيشوف كده، وبيفعل الوحش كمان بتاعه، بس ميرا مستحيل ترحمه بعد اللي عمله فيها وفي جين، وبتهجم عليه وبتخلص عليه بكل براعة. ايه الجمدان دي يا بنتي؟ وبتكون خلاص طاقتها خلاص خلصت يا عيني وهتقع على الارض، بتلاقي حد بيلحقها قبل ما تقع. ايوان صاحبنا جين اخيرا وصل وشكلها هتولع. بيشكر ميرا جدا على اللي عملته، وبعد كده بيدخل على الحلبة وبيكون على اخره خالص، وبيسأله الخصم على اللي كان معاه وازاي قدرت تهرب منه، بس جين مش بيرد عليه. الواد بيتعصب جدا وبيهجم على جين، بس جين بيتفادى ضرباته بكل براعة وبيقوله عايز تعرف اللي حصله تعالى بقى اوريك. وهوب بيهجم عليه فين يوجعك وبيدغدغ الواد حرفيا، والواد بيبقى مش عارف يعمل اي حاجة قصاد قوة جين الجبارة، وبيفتكر قوة جد جين وبيعرف ان جين طالع زي جده نمر زيه بالظبط. وبيفوز بعد كده جين في المباراة. وبنرجع بقى بالزمن ل4 شهور لورا لحياة قلبه، وبيكون بيتدرب جدا وبيكون بيتدرب، وبتيجي بنت تسأله انت بتتدرب كتير كده ليه؟ بيعرفها ان هو لازم يكون اقوى لان في وعد قطعه لحد عزيز عليه، وان لازم يتدرب اكتر واكتر عشان خاطر يحقق الوعد ده. وبتعرف البنت السبب وبتشجعه، وبعد كده بتروح على المباراة بتاعتها، وللأسف الشديد بيكون ضد الواد الشرير دوت اللي اسمه تك. وطبعا الواد مش بيرحمها، وبيروح بعد كده بكل وحشية كسر لها رجليها، وقلبه بيبقى مصدوم وزعلان جدا من اللي شافه. وبياخدها بعد كده عند الدكتور وبيطمنها ان رجليها تبقى كويسة مع الوقت وهترجع لطبيعتها، بس مستحيل تدخل في قطارات من تاني. البنت بتحزن جدا لان القطارات دي حلم حياتها، وقلبه بيكون زعلان جدا عليها. وبيروح بعد كده على تك وبيدغدغه حرفيا وبيسيبه مرمي في الارض وبيمشي. وبيجي عليه واحد من مسؤولين المسابقة وبيديله رسالة الانضمام للمسابقة، ولو كسب فيها هيقدر يرجع رجل صاحبته تاني لطبيعتها. بيتحمس قلبه وبيروح ينضم عشان خاطرها، بس للأسف بيشوف جين في المسابقة وبيفتكر وعد القطع ضد جين وبيبقى مش عارف يعمل ايه. نرجع بقى لجين وهو بيحكي لبرك على كل اللي حصل معاه. بيعرفوا برك ان العصابة اسمها عصابة النكس، وانها هي اللي خطفت جدك وهدفها الاول هو التخلص من كل الناس اللي عندها تشرك. وجيم بيسأله ازاي اقدر اهزمهم وارجع جدي.
بارك بيقول لهم انتوا التلاتة ضعاف جدا، ولو قدرتوا تكسبوا في المسابقة ساعتها هعرفكم ازاي تبقوا اقوى وتهزموهم. بيتحمسوا اكتر من الاول عشان لازم يكسبوا عشان ينقذوا جد جين. نروح بقى لميعاد المباراة بتاعتهم، وهيكون فريق جين ضد فريق إلبو، وشكل المباراة هتكون خراب. وأول مباراة هتكون هان ضد البنوتة لفريق إلبو، وبيهجموا على بعض، والبنت بتضرب هان على ودنه، وبيقدر هان يضربها ويبعدها عنه، وبترجع تهجم عليه تاني وبيجي يضربها هان، لكن مش بيقدر يسيبها، وبيطلع السبب الضربة اللي اديتها له أثرت على مراكز التوازن عنده، وبيجي تاني يهجم عليها بس برضه مش بيعرف. والبنت بتستغل الفرصة وبتجمع قوتها كلها في رجليها، وبتضرب بيها هان وبتدمر الحلبة معاها. والله الحلبة دي اشتكت منهم، بس صاحبنا هان الجامد برضه مستحيل يخسر قدامها عشان خاطر صاحبه محتاجه، وبيقدر يمسك رجليها وبيبعدها عنه. تحاول تهجم على هان تاني بس هان ما بيديهاش فرصة، وبيقدر يهزمها بكل براعة. وبعد كده بياخدوها عشان خاطر تتعالج، وبتيجي البنت اللي قلبه دخل المسابقة عشانها، وبتقول له انا سمعت انت دخلت المسابقة دي عشاني، بس ده حلم حياتك انك تتقاتل مع جين، والوعد اللي انت عايش عشان تحققه، فسيبك مني انا بقى وحقق حلمك انت. بيفرح جدا قلبه وبيقرر ان هو اخيرا يحقق حلمه هو. نروح بقى للقائد عصابة النوكس، وهو وصل لمكان أعضاء الفريق بتاعه اللي كانوا في المسابقة، وبيخلص عليهم كلهم، وبارك بيعرف وبيقرر إن هو يروح يمنعه، وشكلهم هيخربوا الدنيا. نرجع بقى لجين وإلبو، وشكلهم هما كمان هيخربوا الدنيا، وبيبدأ القتال ما بينهم، وبيكون محدش سايب الفرصة للتاني، وبنبقى في الأول مش عارفين مين فيهم اللي هيكسب، لحد هو بيبان تفوق إلبو على جين اللي بقى ملحوظ للكل. مش بس كده، ده بيفضل يقول لجين على نقاط ضعفه. اول حاجه انت مش بتعرف تتقاتل من قريب، ودي فرصه كبيره جدا لخصمك. جين بيبعد عنه وبيقول طب خد دي، بس قلبه بيصدها بكل سهوله، وبيقول له دي تاني غلطه عندك. نيتك في الهجوم بتكون باينه جدا لخصمك، وهيقدر يصدها بكل سهوله ويستغلها كمان ضدك. جين بيتحمس اكتر وبيقول له طب ورينا هتقدر تصد دي ازاي، وبيهجم عليه باسلوب النمر بتاعه، بس قلبه بيفعل اسلوبه وبيقدر يسد ضربه برضه جين بكل سهوله. جيم بيتصدم جدا من قوة قلبه، وبيكون كمان طاقة جسمه ضعفت ومش قادر يقف. وقلبه بيقول له تالت حاجة بقى، ما بتعرفش تقاتل لوقت طويل عشان قوتك بتأثر على جسمك وبتضعفه بسرعة. جيم بيتضايق جدا من كلامه وبيروح يهجم على قلبه، بس قلبه بيسد ضربته بكل براعة. وجين كان عمال يفكر ان هو هيهزمه ازاي، وبتيجي ليه فكرة وبيهجم على قلبه بالاسلوب الاول لميرا، وفعلا بيقدر يسيبه، وبيقول له نقطة الضعف الأولى اتخلصت منها. قلبه بيهجم عليه تاني بس جيم بيتفاداها، وبيهجم عليه المرة دي بأسلوب الأول لهان، وبيقول له نقطة ضعف التانية تم التخلص منها. وبيبدأ قتالهم يولع تاني، ومبنبقاش عارفين مين فيهم اللي هيكسب. نروح بقى لبارك وهو قائد النوكس، بيستعدوا للقتال، وبيستخدم قائد عصابة النوكس تقنية، وبيقدر يستدعي سيف كبير جدا عملاق من السماء وبينزله عليهم عشان خاطر يقتلهم. وبارك مبقاش مصدق اللي شايفه، وبيفعل تقنية عشان يوقف السيف ده من النزول، بس قائد عصابة النوكس بيخلي باقي العصابة يعملوا تعويذة وبيفتحوا باب في السماء، وبيقدر يستدعي وحش عملاق وبيخليه يضغط اكتر على السيف عشان خاطر ينزل بسرعة. وبارك يا عيني عليه ما بيبقاش قادر يصد كل ده لوحده. بيشوف واحد بقى من الستة اللي بيحصل ده، وبيبدأ يستخدم قوته والأسلحة بتاعته كمان عشان خاطر يكسر السيف دوت. والمسؤولين كمان بيكونوا شغالين ضرب في أعضاء العصابة. وبعد كده بيستخدم واحد من الستة كل قوته، وبيقدر يستدعي وحش عملاق وبيخليه يمسك السيف بسنانه ويكسره. وقائد العصابة بيتصدم جدا من اللي شافه، وبارك بيبقى يا عيني أخيرا ارتاح. نرجع تاني بقى لجين وقلبه، وهم مكسرين الدنيا وشغالين ضرب في بعض ومش مدين فرصة لبعض. وبنعرف بقى قلبه بيعمل كل ده ليه، وايه الوعد اللي قطعه لجد جين. جد جين بيروح لقلبه وهو صغير، وبيعرفه ان هو هيسيب جين في يوم من الايام، وانك لازم تدربه معاك وتعلمه القتال. وقلبه بيوافق على طول وبيعتبر ان ده وعد، وبيوفيه لجد جين. بنيجي بقى لاخر قتال، وبيكون الاتنين بيهجموا على بعض بكل قوتهم، بس اخيرا جين بيقدر يتفوق على قلبه وبيكسب، وقلبه بيقع على الارض، وكله بيفتكروا ان كده خلاص خسر. بس هوب دبل كيك، طاقة قلبه بتنزل لسالب صفر، وبيكون المفتاح ايوه يا جماعه اخيرا ظهر. قلبه طلع في الاخر هو المفتاح اللي بيتكلموا عليه، وبارك وقائد عصابة النوكس بيحسوا باللي حصل. وقلبه بيظهر في مكان غريب، وبيقابل الثعلب اللي عنده 9 ذيول. هي مالها قلبت ناروتو كده ليه؟ وفجأة مرة واحدة بتظهر قوة جبارة خارجة من قلبه، وبيظهر قلبه بشكل جديد. وطبعا كل الموجودين بيكونوا مصدومين من اللي شايفينه، وبارك بيبقى مبسوط جدا ان الثعلب اخيرا ظهر،
وقائد عصابة النوكس بيبقى عايز يروح يقتله، بس بارك طبعا بيمنعه. نرجع لجين وقلبه، وجين بيحاول يتحرك بالراحة جدا عشان يفهم مين الكائن الجديد ده، وبيروح يهجم على قلبه، بس قلبه ولا بيأثر فيه أي حاجة، وشكله هيدغدغ جين. تفتكروا بقى كده خلاص وجين هيخسر ولا قلبه هيستسلم عشان خاطر جين هو اللي يكسب؟ كل ده أكتر هنعرفه في الجزء اللي جاي والأخير، وهيكون قمة الأكشن والحماس، وهيكون جمدان من الآخر. ولو عايزين أنزل ليكم الجزء الأخير بسرعة اكتبوا ليه في التعليقات. وما تنسوش بقى تصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واكتبوا ليه عايزين ألخص ليكم انمي ايه تاني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.